كولينا يحسم الجدل. المغرب بطلاً قانونياً والانسحاب السنغالي خرق فاضح. في تصريح حاسم وضع بيير لويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالفيفا النقاط على الحروف بشأن الجدل الذي أعقب تتويج المنتخب المغربي بكأس إفريقيا 2025. وأكد كولينا أنه حضر الحدث شخصياً برفقة رئيسي الفيفا والكاف، وعاين ما وصفه بالخرق الصريح للوائح من طرف المنتخب السنغالي. وأوضح المتحدث أن البند 84 من اللوائح واضح تماماً: الانسحاب يعني الخسارة مباشرة بنتيجة 3-0، مشدداً على أن فرص تغيير القرار شبه منعدمة، واصفاً القانون بأنه فوق الجميع. هذه التصريحات تؤكد بشكل قاطع شرعية تتويج المغرب، وتنهي كل التكهنات حول إمكانية تعديل القرار أو الطعن فيه.